راس العام تزهى الديار، ريحة الكسرة تحكك شداتنا، والدار وعامر صغار وكبار، عيش البركة يجمعنا يا بركوكس الخير يحضن دارنا، حبة حبة تحكي الحكاية، تاريخ في القصعة مجدد في قلوبنا. الله على ليالي جدودنا في راس العام تزهى الديار، ريحة الكسرة ضحكة جداتنا، والدار عامرة صغار وكبار. في السنة الأمازيغية نتهلاو، نلبس القشابية نزيدو النور، الباب محلول جار واللي جاو، قلب الجزاير فهاد الدور، عيش البركة يجمعنا يا بركوكس الخير يحضن درنا، حبة حبة تحكي الحكاية، تاريخ في القصعة مجد في قلوبنا. السكاس مكاس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى متابعين على قناة مريم ميمي الجزائرية، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا ونورتونا جميعا في هذه اللمة الرائعة الجميلة التي سنتكلم اليوم عن طبق رائع وجميل. وقبل ذلك نود أن نهنئ كل الجزائريين بالسنة الأمازيغية التي نحن الآن في شهر يناير، التي كان يوم 12 يناير هو رأس السنة الأمازيغية، التي طبعا فيها تختلف تقاليد الجزائريين في كل الولايات، يعني كل شخص يحتفل بهذه السنة بطريقة مختلفة، وأطباق رائعة واحتفالات جميلة ولمات رائعة من العائلات. يعني هذه السنة الأمازيغية جامعة إلى الأسر، ما شاء الله تبارك الرحمن. إن شاء الله يا ربي كل أعوامكم أفراح وسعادة يا رب العالمين. طبعا أكثر طبق مشهور في الجزائر خاصة في الشتاء هو طبق العيش، والمعروف أيضا في بعض الولايات بالبركوكس. هذا الطبق تقليدي يعني من عهد أجدادنا، إلا أننا نحبه كثيرا إلى وقتنا هذا. صح الكبار هم اللي كانوا يعرفوا يديروه بصراحة، ولكن علموه إلى الأجيال، وما زلنا الأجيال تتناقله وتتعلمه وتعرف أنها تعمل بإذن الرحمن. طريقة أنهم يعملوا هذا العيش هو أنهم يجيبوا كسكس، يعني يشريوا كسكس أو البربوشة حتى يقدروا يعملوا به العيش. بعدما يشريوا هذا الكسكسي يحطوا منه ملعقتين، يعني زوز مغارف كسكس. بعد ذلك هذاك الكسكس يروحوا يدوروه بصبعيهم، لازم يدوروا بصبعيهم الصوابع، لازم يدوروهم بشوية ماء، يخلطوا هذاك الكسكس مع بعض المياه ويخلطوا بيديهم، يدوروا يعني بصباحهم. لما يحسوا باللي هذاك الكسكس بدا ينشف من الماء ولازم يدوروه مليح، وش يديروا؟ يحطوا فيه بعض السميد، ثم هذاك السميد يحطوا له الماء ويبقوا أيضا يدوروا بصبعهم، ثم نفس الشيء يحطوا سميد وبعض الماء، لازم يدوروا مليح لأنه التدوار هو اللي يخلي العيش يطلع. وبعد ذلك يعني كملاحظة لازم تبداي أولا بقصعة صغيرة حتى العيش تاعك يطلع ويكون مليح. طبعا لازم طبعا يا جماعة السميد يكون أرطب ومعاه شوية ماء، لكن تحسي انه نشف ضيفي ايضا شوي ماء وبعدين زيد شوية سميد حتى يكمل يطلع العيش تاعك. طبعا لما انت في البداية تحطي قصعة صغيرة وتحسي به بدا يطلع، بدلي القصعة الكبيرة، لانه لما تبداي طول بقصعة كبيرة ما يطلعش.
ولازم يكون عنا غربال أو الصيار، احنا نقولوله الصيار، وكاين أيضا بعض الولايات يقولوله الغربال. هو اللي نصيروا به القمح الزرع، باه لما نكملوا هذاك السميد ندوروه بيدينا ونحسوا به باللي طلع على أساس ولا عيش طبعا رائع وجميل، يصيروه بهذاك الغربال. لا باه يجي أيضا مليح ورائع وجميل، أي أنه لازم يكون عنا غربال ساقط الزرع. بعد ذلك لما تكملي ويولي عندك عيش، وش تديريله؟ تحطيه في الكسكاس وتفوريه، طبعا لازم تفوريه. لما تحطيه في الكسكاس وتكملي بعد ذلك تهزيه، وكاينين الناس اللي يروحوا يبسوه باه يبيعوه، وكاينين اللي يكملوا أيضا يطيبوه في نفس الوقت. هذا الطبق حقا طبق رائع وجميل، وبصراحة هو طبق سهل يعرفوا يديروه معظم النساء الكبار ما شاء الله عليهم. تقاليد الجزائرية ما زالت هي، وإن شاء الله رح نتعرف بعد ذلك مقادير هذا العيش. طبعا كل واحد كيفاه يحب يطيبه، وكل واحدة عينها ميزانها، خاصة في العيش كل واحدة وش تحب تدير. يعني ما نقدرش نقول لكم قداه الكمية السميد وقداه الكمية الماء، لأنه عينك هي ميزانك. طبعا المقادير اللي راح نحطوها في هذا الفيديو هي مقادير كمية كبيرة، طبعا كل واحد وكيفاه يطيب. الاسنسيال هو مكوناته الأساسية هي بصل، طماطم، ثوم، جزر، بطاطا، حمص، أي كل واحد وش يحب يضيف من مكونات لهذه الأكلة الرائعة التقليدية الجميلة الجزائرية. صحتكم شهية إن شاء الله، وعامكم سعيد يا أحلى متابعين. تعرفوا على هذه المقادير مع هذا الفيديو، ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى. دمتم في رعاية الرحمن وحفظه، إلى اللقاء. يا جماعة قبل ما نروح حبيت نقولكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا، لأن دعمكم يهمنا جدا. طبعا كل الأسر الجزائرية تحب عيش حار، خاصة في البرد القارس، يا محلاه العيش. معظم الأسر الجزائرية تحب تاكلوا وتحبوا وتحب لمتوا، ويجيهم طيب وشهي. هو يجي حبات متوسطة وحبات صغيرة وحبات كبيرة. هي اللي تصنع هذا العيش من الأفضل أنها تعمله حبات متوسطة، لأنها لما تفوروا وتطيبوا راح يكبر ويزيد، وبالتالي حتولي لها حبة كبيرة ياسر. لذلك تحاول أنها تعمله حبات متوسطة طبعا. والطفوار لازم يحطوا له شوية زيت، نسينا الزيت في الكسكاس، حطوا شوية زيت وباه يفوروا العيش. طبعا هو العيش لما يفور من المستحسن أنه الشخص ها هي مكونات وطريقة تحضير العيش. الطبق الذي يحبه الجزائريون: نحضر حبتين بصل وحبتين طماطم و4 سنات ثوم قصيرة. نقشر البصل والثوم والطماطم ثم نضعها في الخلاط ونرحيها جيداً. بعد ذلك نضيف حبتين من الجزر وقليلاً من الحمص الذي قمنا بتبليله من الليلة السابقة، مع بعض الملح وملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم وملعقة من الهريسة حتى يكون الطبق حاراً قليلاً. نضيف أيضاً بعض لحم الدجاج ونضع الكل على نار هادئة. بعدها نضيف البطاطا ونتركها تطهى بهدوء. في هذه الأثناء نقوم بتفوير العيش في الكسكاس 3 مرات. نضع تحته قدراً فيه ماء ساخن فوق الموقد، ونفور العيش في الكسكاس، ثم ننزله في القصعة ونحركه باليد ونعيده إلى الكسكاس مرة ثانية. بعد ذلك ننزله مجدداً ونحركه مع قليل من الزيت، ثم نفوره للمرة الثالثة. وأخيراً نخلط العيش مع باقي المكونات
بعد أن تستوي جيداً، وهكذا يصبح الطبق جاهزاً للأكل بالصحة والعافية. الله على ليالي جدودنا، في راس العام تزهى الديار، ريحة الكسرة تحكك جداتنا، والدار وعامر صغار وكبار، عيش البركة يجمعنا، يا بركوكس الخير يحضن درنا، حبة حبة تحكي الحكاية، تاريخ في القصعة مجدد في قلوبنا. الله على ليالي جدودنا، في راس العام تزهى الديار، ريحة الكسرة ضحكة جداتنا، والدار عامرة صغار وكبار. في السنة الأمازيغية نتهلاو، نلبس القشابية نزيدو النور، الباب محلول جار واللي جاو، قلب الجزاير فهد